السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للمتتبعين القناة فيلالة تيفي والناس المتتبعين القناة محمد الحارتي. بالنسبة للإناث لعدم خسارة الأمهات الأرانب، يعني من بعد الرضاعة أو الأرانب عندها صغار، يعني كبروا في الحجم ديالهم على الأعمار 25 أو 26 يوم، يعني كيكون التجهد في الرضاعة. كما كتشوف الأرنب الصغار نيوزيلندي ما شاء الله، يعني بعينك كياخد الحليب من تحت الأم ديالو. والأرنب عدم الخسارة اللي كيتوقع فيها مشكل، يعني كيما تشوف الأرنب تابع الأم ديالو كيرضع منها وهي كتهرب من فوق منهم. الأمهات اللي كيرضعوا منهم الصغار بالكثرة، يعني بالكثرة، وما كيكونش العلف في العلافة أو الأرنبة رضعت الصغار. وكاين ناس اللي كيتشتكيو من هاد المشاكل، ومن بعد الرضاعة بحال ما هكا ناضة في الصباح ولقى الأرنبة ميتة، يعني ومعها أولاد عندهم 25 يوم أو 26. يعني الأسباب لها شنو هما؟ يعني ليهم أسباب للأرنبة اللي هي كيكون فيها يعني الحليب، والحليب هو اللي كيكون في الصحة ديال جسم الأرنبة، يعني ما كيكونش عندها التجوع. كتكون الأرنبة ممتازة واخدة حقها يعني في العلف وفي الماء، وعطات واحد الطاقة للبطن ديالها فيه الحليب، يعني عروق يعني مبللين بالحليب. الصغار في 25 يوم أو 26 أو 30 يوم خداو من الحليب كله، والبيت أو العلافة ما فيهاش العلف، يعني العلافة ما يكونش فيها العلف اللي هي الأرنبة غادي تاخدو، أو الصغار اللي معاه ياخدو العلف، كيبقاو معاها في الامتصاص الحليب، والأرنبة تما كيطيح لها الكالسيوم وكيسبب لها الموت. باش نوضح الرسالة والمعلومة والفكرة لكل الناس اللي هو يستفد للجميع، لازم الأرانب الصغار كل أرنب 25 غرام ديال العلف ياخد العلف. والأرنبة من بعد بسم الله ما شاء الله، ما هذا الصغار أو الخرانق خدا الحليب من بطن الأرنبة نيوزيلندي أو شانشيلا أو ريكس أو بابيون أو هاي بلاس، خاض من الحليب. الأرنبة ولات جائعة، ما يجيها تسلسل، يعني سلاسل. إذا جاء سلاسل يطيح لها كالسيوم تم يسبب للأرنبة ليها موت. الأرنبة كما كتشوف يعني متكية على القفص ومخلياش الأرانب الصغار يرضعوا، يعني يرضعوا منها، على حقاش حرقوها في الحلمات ديالها. والأرنبة من بعد الصغار مشاو ياخذوا العلف. أنا المعلومة اللي تكون بوضوح وتكون المعلومة يعني بواحد الطريقة الصحيحة. لازم العلافة اللي هي لازم يكون العلف، يعني دائما كل وجبة ديال الأرنب صغار ووجبة الأرنبة، يعني الوجبة الصغار الأرنب اللي هو في العمر 25 أو 30 يوم، كل أرنب ياخذ 30 غرام من العلف كل أرنب، وحسب العدد ديال صغار الأرانب، زائد الأرنبة الأم اللي هي تاخذ 250 غرام حتى 300 غرام ديال العلف، باش تبقى الصحة ديالها ممتازة. والأرنبة هي عشار، الأرنبة هي ملقحة مع الذكر، يعني الأرنبة حامل ومعها أولاد. خاص لازم نحافظ على الأرنبة ونحافظ على الأولاد اللي في بطنها، ونحافظ على الصغار اللي طلعوا في الفطام، باش الأرانب يطلعوا في صحة جيدة وممتازين بدون أي مشكلة. أي مربي الأرانب مبتدئ يركز في المعلومة والفكرة. عندك مشروع بسيط، عندك أرانب، عندك صغار، عندك فطام، أو عندك مثلا أقفاص 3 أقفاص أو 2 أقفاص، عندك 5 أمهات أو 10 أمهات، لازم تحافظ على الصغار اللي هما خارجين ياخذوا فيه العلف، وتحافظ على الأرنبة، وتحافظ على البطن ديالها فيها الأجنة، وتحافظ على السلالة ديالك. تم المربي كيبدا كيحترف في المشروع ويتابع بواحد النظام بطريقة صحيحة، ويركز في أي معلومة قدمتها لك على القناة. كون من المتتبعين القناة. أي حد كيشاهد الفيديو كنتمنى ليه الاشتراك في القناة، وما ينساش لي لايك للفيديو للمزيد من الفيديوهات، والقناة ديالنا تزيد تشجيع ليها أكثر، والمزيد من الأعطاء من المعلومات والنصائح. إذا كنتي أنت محب القناة أو أنت محبة للقناة، تحياتي للناس، للجميع، لكل الناس الدول العربية اللي متابعين القنوات، جزاكم الله خيرا. نتمنى لي ولكم التوفيق. في هذه الحلقة قدمت لكم شوية المعلومات، نتمنى من الإعجاب ديالكم. والزائد دائما المعلومات للأرنبة هي واخدة الحليب ديالها كنفس الأرنبة النيوزيلندي، وكياخذوا حقهم في الرضاعة. هنا الوزن فين كيوصل على 35 يوم. إذا وصل الوزن عندك في الفطام 900 غرام أو 850 أو 1 كيلو، ممتازين الأرانب. نتمنى لي ولكم الخير إن شاء الله. كونوا معنا في حلقة جديدة نقدم لكم معلومة على صغار الأرانب اللي هم في بيت الولادة. انتظروا منا الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.